تعالي أقولك على وصفتي السحرية لما أكون زهقانة وكسلانة ومش عايزة أدخل المطبخ وأعمل كده غدا سريع في 5 دقايق على طول. الوصفة دي بنيه بالطريقة العادية تاني أبدا. تعالي النهاردة أقولك إزاي تعملي الطريقة دي. بنيه كده دايب زبدة في 5 دقايق وبدون فرن ولا شواية ولا فحم ودخان، بتتبيلة بقى الكل هينبهر بجمالها. بتخلي حتة الفراخ كده دايبة في إيدك ولا الملبن، طعمها وريحتها ولونها مفيش بعد كده. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. خدي أول تكاية بقى، طريقة تقطيع البانيه دي اللي هترمي معاكي كمية كبيرة وتحول معاكي صدر الفراخ لكمية رهيبة جدا. جبت صدر الفرخة سليم زي ما هو على بعض علشان أعرف أغسله. غسلته ونقعته بمية بدقيق بملح بليمون بشوية خل صغيرين، وصفيته كويس وطبعا شطفته. الصدر بقى بدأت إن أنا أقطعه بالنص، وزي ما انتوا شايفين بقطعه يا جماعة بالوارب كده زي ما انتوا شايفين، سهلة وبسيطة جدا. بشيل الفص كده اللي هو بتاع الستريبس ده، وببدأ إن أنا الصدر قدامي اللي هو يعتبر ربع الفرخة، وأبدأ إن أنا أقطعه بميل كده أو بزاوية. ما ببدأش إن أنا أقطعه شرايح بانيه بالطول كده زي ما بتاع الفراخ بيقطعها. بالطريقة دي هيعمل معاكي كمية حلوة جدا، ودي كمان بتسهل عليكي لو انتي ما بتعرفيش تقطعي البانيه في البيت كده وتظبطي الشرايح بتاعته. انا دايما اقطعها كده لان بجيب الصدر سليم على بعضه مش بشتريه بانيه، فبقطعه بالطريقه دي سواء للبانيه اللي بالطريقه دي او البانيه المقلي العادي بالبيض والبقسماط، مفيش اي مشكله. بس هقولك على خطوه ضروريه دلوقتي لازم ان احنا نعملها. بعد ما قطعت صدر الفرخه كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بفتح معايا بقى كيس تلاجة، وابدا ان انا اخد قطع الفراخ اللي انا مقطعاها معايا بالشكل ده وبالسمك ده، ابدا ان انا ارققها شويه، بخفف السمك بتاعها شويه. لو هتعمليها بانيه بالبيض والبقسماط خفيف السمك عن كده، لكن احنا هنعملها النهارده بتتبيله كده وتشويحه او شويه على الطاسه، فمش عايزينها تكون رفيعه قوي علشان ما تنشفش معانا. بصوا كده السمك بتاعها متوسط وحلو جدا. ابدا ان انا اخففها شويه وخلاص، مش بهريها عن كده علشان لحم الفراخ ما يتفتتش عندي. بعمل الكميه كلها بنفس الطريقه، وابدا ان انا احطها عندي في طبق على جنب كده. وتعالوا بقى نحضر التتبيلة الرهيبة اللي هتخلي ريحة ولون البانيه بتاعتك الكل هيتجنن عليها. هاتي معاكي الكبة او حتى الخلاط. جبت معايا بصلاية صغيرة قطعتها 4 أرباع كده وحطيتها في الخلاط. فصين كمان من الثوم. عايزة اقولك تقدري تستخدمي الثوم والبصل البودرة، بس الفريش بصراحة طعمهم بيكون قوي وفي منتهى الجمال. حطيت كمان معايا معلقتين كبار من صوص الباربيكيو. لو مش متوفر استخدمي معلقتين كبار من الكاتشب أو معلقة صغيرة من الصلصة هتديكي لون حلو جدا. معلقة كبيرة من الصويا صوص، ممكن معلقة كبيرة من دبس الرمان لو انتي حابة. أنا استخدمت معلقة كبيرة من الصويا صوص، ولو مش متوفرة استغني عنها. ضفت كمان معايا حوالي كوباية إلا ربع كده من الحليب أو أقل شوية مفيش مشكلة. الحليب ده هيخفف معاكي التتبيلة كده ويمشيها في الخلاط، وبتكون حلوة جدا مع معلقتين كبار من الزيت. نضرب بقى التتبيلة كلها مع بعض في الخلاط كويس جدا لغاية ما البصل والثوم الفريش كده القوام بتاعهم يختفي، وابدا ان انا انزلهم معايا زي ما انتوا شايفين على صدور الفراخ اللي انا جهزتها. وتعالوا نضيف التوابل. بحب اضيف التوابل في المرحلة دي علشان اعرف كده ان انا احدد الكمية بتاعتها حسب لحم الفراخ اللي قدامي. نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من الملح، ربع معلقة صغيرة أو رشة كده من الحبهان وورق اللوري المطحون. حطيت كمان نص معلقة صغيرة من الثوم والبصل البودرة، أنا حطاهم في برطمان واحد مع بعض. حطيت منهم نص معلقة صغيرة، وربع معلقة صغيرة من الزعتر ريحته حلوة جدا مع تتبيلات الفراخ، مع نص معلقة صغيرة من البابريكا هتديني لون رهيب جدا للفراخ. وأي توابل فراخ انتي بتستخدميها. أخدت معايا معلقة صغيرة كده من توابل الفراخ، استخدمي تتبيلة شيش طاووق، تتبيلة شاورما، 7 بهارات، أي توابل من العطار المتوفر عندك. وأبدأ إن أنا أدعك الكلام ده كله مع بعض كويس جدا جدا، وسيبيها بقى الوقت المتوفر عندك. سيبيها من بالليل 4 ساعات، ساعتين أقل حاجة، سيبيها ساعة ساعتين كده في التتبيلة علشان الفراخ تتطعم معاكي كده وتتشرب من التوابل الحلوة دي. تعالوا بقى دلوقتي نشوف طريقة التجهيز وطريقة التسوية. أنا هشويها معايا في الطاسة، شويها معاكي في الطاسة، في صينية، في جريل المتوفر عندك على النار. تقدري كمان تشويها معاكي في الفرن
تشويها معاكي على الفحم زي ما انت حابة. انا بفضل الطاسة لانها مش بتنشف صدور الفراخ خالص، وبتحكم كمان في التسوية بتاعتي. بس التكات مهمة كده لازم ناخد بالنا منها. جبت طاسة حطيت فيها شوية صغيرين من الزيت، وسخنت الطاسة والزيت كويس جدا جدا. زي ما انتوا شايفين باخد صدور الفراخ كده، بنزل من عليها التتبيلة وانزلها معايا على طاسة سخنة وعلى نار عالية. دي حاجة ضرورية جدا علشان المسام بتاعة الفراخ تقفل، فبالتالي تحتفظ بالسوائل جواها، والصدر كده من جواه يبقى طري وجوسي، وهتشوفوا ده معايا في الآخر. علشان احنا مستخدمين معانا صدور، فمش عايزين الصدر يكون جاف كده وناشف. لو مستخدمة أوراق فراخ تبليها بنفس الطريقة ودوقيها واعمليها كل حاجة احنا عملناها، وشويها كمان بنفس الطريقة. هتاخد بس وقت في التسوية أكتر حسب السمك بتاعها. بنزل بقى صدور الفراخ بالشكل ده على الجنب ده، ومش بحركها إطلاقا لغاية ما تبدأ لونها يتغير من الجنب ده. أبدأ إن أنا أحركها على الجنب التاني. كل ده يا جماعة والنار بتاعتي على أعلى درجة حرارة. لما أبدأ بقى إن أنا أقلبها على الجنب التاني، في المرحلة دي ببدأ إن أنا أهدي معايا درجة الحرارة شوية. ما ينفعش إن أنا أسيبها طول فترة التسوية على درجة حرارة عالية. بهدي درجة الحرارة لدرجة حرارة متوسطة، ولا النار تكون عالية قوي الفراخ تتحمر من بره وتكون نية من جوه، ولا النار تكون هادية الفراخ تنزل ميتها ومش هتستمتعي كده بطعم الشوي الحلو. خليكي على نار متوسطة. الفراخ كده لما تاخد لون من الجنب التاني بقلبها على الجنب ده علشان تاخد بقى لون الشوي الحلو من الجنبين. بصولي كده لما اتأكدت انها استوت. عايزة اقولك ما بتاخدش وقت في التسوية اطلاقا. لما اتأكدت ان الفراخ استوت خلاص، باينة وطرية، ممكن تقطعي حتة كده تدوقيها. تبدأي بقى في المرحلة دي ان انت تعلي النار معاكي تاني على اعلى درجة حرارة. بنعلي النار معانا تاني على أعلى درجة حرارة أقل من دقيقة على كل جنب. الفراخ بس تاخد اللون الحلو كأنك شوياها كده على الفحم زي ما انت شايفة. بتاخد لون شوي كده، الحتت البني الحلوة بتاعت الشوي اللي احنا متعودين عليها دي. لما بنعلي النار بعد ما نتأكد من التسوية، بخلص الكمية كلها مشغلة تسطين معايا، ما بتاخدش ثواني. حابة بقى تولعي قطعة فحم كده وتدخنيها وتدخني بيها الفراخ وتبقى كأنها مشوية على الفحم، حسب رغبتك. شوفوا لي كده يا جماعة الكمية بتاعت صدور الفراخ اللي ما شاء الله بصدر فرخة واحد، بالتكنيك كده بتاع التقطيع اللي احنا عملناه. ولا التتبيلة طعمها في حتة تانية خالص، طعمها في منتهى الجمال. وطريقة التسوية سهلة وبسيطة ومفيش أحسن منها. وانتظر كمان الأيام اللي جاية وصفات سهلة وسريعة كده بصدور الفراخ، وكمان وصفات سهلة وسريعة واقتصادية باللحمة المفرومة. اعملي جنبها شوية مكرونة بالصلصة، رز بسمتي أو رز مبهر، رز بالبسلة والجزر، أو حتى سندوتشات أو عيش وطحينة. تعالوا كده نشوف الفراخ. بصوا يا جماعة الصدر ملحم طري من جوه وجوسي كده، مش ناشف ولا محجر إطلاقا. جربوها متأكدة إن هي هتعجبكم جدا جدا. أتمنى لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك ومتابعة، وانتظروني فيديو جديد ووصفات جديدة كل يوم إن شاء الله. مع السلامة.